هي ألمانيا حلوة ولا وحشة؟ هي ألمانيا كئيبة؟ هي ألمانيا الحياة فيها مملة؟ الألمان عنصريين؟ الألمان وحشين؟ الحاجات دي كلها بسمعها كتير قوي وكلكم بتسمعوها. في حد بيجي ألمانيا ساعات بيحس ان ألمانيا بشعة وحشة لا تطاق، ويفضل يصدر الصورة السلبية دي لكل الناس بناء على تجربته. حد تاني يحسها جنة بناء على تجربته. هقول لكم ايه الحاجات اللي تخلي حد ممكن يندمج ويحس البلد حلوة والعكس. اول حاجه، انت ما تجيش تسمع كلام من حد وتصدق بيه ان هو ده مسلم بيه تمام، وان هو ده الكلام ده حقيقي، لان الحد ده قاله بناء على تجربته. يعني حد جاي مثلا عاش في برلين هنا في العاصمه، غير حد جاي مثلا عاش في قريه صغنطوطه بتقفل كل حاجه من الساعه 6 7 كده والدنيا بتنام وهس ومفيش حد ومش متعودين على الاجانب وشايفين اللي ماشيه بحجاب دي حاجه غريبه، لان الاشخاص اللي في القرى دول ما شافوش اصلا قبل كده. مثلا ممكن حد ما يبقاش سمع عننا خالص، فاكريننا جايين بجمل. ده بجد والله، فاكريننا عايشين في بلادنا على جمل. عندكم عربيه؟ بيسالوا كده مثلا عندكم سياره في بلادكم؟ عندكم عربيه تركبوا ازاي؟ هم فعلا فاكرين بلادنا زي ما بيسمعوا اللي هي احنا ناس عايشه على جمال. فهم ما يعرفوش حاجه عن الاجانب. هم بالنسبه لهم الشخص اللي جاي دوت المحجب ده شخص كان قاعد على جمل، فهم بيبعدوا عنه شويه تمام. فبالتالي ده طبعا انا مش بعمم، بس انا بقول لكم ده اللي ممكن يحصل في قرى. غير حد عايش هنا في المدينه مثلا في برلين متعود اصلا اوريدي على الاجانب في كل مكان وفي كل شبر عادي جدا. زي كده حد بيروح اجنبي بيروح الغردقه، او اجنبي مثلا ممكن يروح قريه في الفلاحين. انتوا عارفين حاسين بالاختلاف؟ نفس الفكره. فانت لو اجنبي، المدن الكبيره انا بفضلها افضل بكتير من المدن الصغيره. ده غير انها فيها حاجات كتير ممكن تتعمل، هي في نفس الوقت فيها اقل عنصريه جدا لان هم متعودين على الاجانب. الحاجه التانية كمان هي الاندماج. انت مندمج ولا لا؟ انا عايزه اقول لكم ان انا من وقت ما دخلت المانيا هنا، من قبل ما اعرف ولا كلمه في الالماني، ضربت صحوبيه مع سكان العماره كلهم. السلام عليكم، صباح الخير، مش عارفه ايه، واتكلمت معاهم كلهم بالانجلش وكلهم بيتكلموا انجلش عادي ويتقبلوك عادي جدا. سكان العماره عندي هنا ما شاء الله كلهم علاقتي بيهم كويسه جدا، وبرضه ما كنتش لسه بعرف لغه. والحمد لله حاليا بدات ادرس لغه على طول اول ما اتيحت لي الفرصه على طول للدراسه. يعني انا اول ما ابني سنه سمح انه يدخل حضانه على طول دخلته ورحت بدات في كورس لغه، وهكذا. فانت في ناس بتيجي زي مثلا واحده جايه مع جوزها بتقعد في البيت ما بتخرجش، هتشوفها كئيبه، هتشوفها وحشه، مش بتعرف تندمج مع الناس. ما تعرفش هي ممكن حد يكون مكشر في وش الناس وشايف ان ده الطبيعي بتاع الالمان بيبقوا مبتسمين عشان تبقوا عاملين حسابكم. برضو انا بتكلم على دايرتي اللي هي برلين. الطبيعي بتاع ناس برلين هنا دايما مبتسمين، فبالتالي الناس لطيفه، فانا بالتالي انا واحده دايما مبتسمه برضه، فبالتالي مش بقابل عنصريه. انا علاقتي بالناس كويسه الحمد لله. حتى جيراني علاقتي بيهم زي ما بقول لكم كويسه جدا. في مره من المرات ابني عمل دوشه وخلى جاري ما عرفش ينام، وانا جاري اللي ورايا على طول هنا راجل عجوز كبير في السن، فلقيته خبط بالليل على الحيطه بطريقه صعبه، لاني فعلا كان ابني سهران وانا عارفه كده ومش عارفه انيمه. كنت فرحت جيت تاني يوم خدت له طبق فيه حاجه حلوه ورحت سلمت عليه وقلت له لو سمحت انا اسفه، احنا في شتاء دلوقتي وابني مش عارف يخرج وملهوش حضانه، لسه ما عندوش حضانه، فانا اسفه للازعاج اللي عمله ابني. عارفين الراجل رد عليا ايه؟ قال لي لا، انا ما عنديش مشكله مع ابنك خالص، ده ابنك هادي جدا، ده انا كنت بخبط للناس التانيين اللي تحتنا. والله العظيم يعني انتوا متخيلين الراجل اتحرج من نفسه ازاي ان هو اصلا خبط وضايقني. ف المعامله، انت معاملتك انت للناس هي اللي بتحدد اذا كانوا هيبقوا عنصريين معاك ولا لا. طبعا ده ما مش ينفي ان في ناس فعلا بتبقى عنصريه، بس طبعا انا ما قابلتهمش عن نفسي بصراحه، او فئه قليله جدا مره او مرتين حاجه زي كده. لكن غير كده في النورمال في العادي العنصريه في كل العالم، بس معاملتك انت اللي بتحدد اللي قدامك يعاملك ازاي. اوكي؟ كل واحد طبعا بيتكلم بناء عن خلفيته وعن ظروفه اللي عاشها، فما تاخدش كلام من اي حد ولا مني، ما تاخدش كلام من اي حد. خد التجربه بنفسك وشوف، حبيت الحياه كمل، ما حبيتهاش ارجع. خلاص كل واحد وظروفه، كل واحد وحياته. انا عن نفسي سالوني يا كاروكا، انا بحب الحياه جدا في المانيا الحمد لله. وبس والله.